أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. جاهزين للحظة مختلفة هتكون بداية تغيير حقيقي؟ احنا مش بنعمل فيديو بسيط ولا محاضرة عادية، دي تعتبر كورس مكثف عن التخطيط أو بمعنى أدق دستور لحياتك الشخصية. المحاضرة دي هي اللي هتخليك تبني حياتك من الألف للياء، لأن السنة دي مش مجرد سنة جديدة، احنا عايزينها تكون نقطة تحول في حياتكم إن شاء الله. كل واحد فينا يقرر من اللحظة دي إن هو يبدأ طريق مختلف ورحلة جديدة، ومش هنعمل زي كل سنة ونكتب قائمة أمنيات وأهداف ونتمنى تتحقق، ونيجي آخر السنة نكتشف إن مفيش تغيير ونقول يا رب السنة اللي بعدها تكون أحسن وإحنا بنعمل نفس الأفعال. لأ، إحنا هنحول الفكرة اللي في دماغنا لأثر حقيقي ملموس، وهنحول التخطيط من أمنيات على الورق لهوية جديدة نعيشها كل يوم. كام واحد فينا بيوصل لآخر السنة وهو حاسس إن هو اتغير فعلا للأفضل؟ كام واحد حاسس إن أهدافه بقت جزء من هويته؟ علشان نفهم إحنا ليه هنا لازم نسأل نفسنا سؤال صادم شوية: ليه أغلب أحلامنا بتفضل مجرد أحلام؟ ليه كل سنة بنكتب نفس الأهداف وبنكرر نفس الأخطاء؟ السر ببساطة إننا بنطارد الهدف وبننسى الهوية. الحلم هو الشرارة والهدف هو المحطة، لكن الهوية هي المحرك اللي بيوصلك. لما بنركز على أنا عايز أملك إيه بنفضل في حالة احتياج، لكن لما بنركز على أنا عايز أكون مين بنبدأ نتحرك من منطلق الاستحقاق. علشان كده في تخطيطنا لازم نركز إحنا مين وعايزين نكون مين، وده اللي بنطبقه في كل خططنا وهنطبقه في المحاضرة دي، ونطبق في أجندة من الألف للياء في كل صفحة في التخطيط. تكرار الأخطاء بيحصل لأننا بنحاول نغير النتائج وإحنا لسه بنفس العقلية القديمة، بنحاول نبني عمارة جديدة على أساسات قديمة متهالكة. السنة دي إحنا مش هنغير الورق، إحنا هنغير الجدر نفسه. هنفهم إن الحلم علشان يتحقق لازم يتحول لهوية بتعيشها في تفاصيل يومك قبل ما تلمسها بإيدك. لغاية هنا تمام، اتفقنا إن احنا هنحول الفكرة لأثر، هنحول التخطيط لهوية. بس ايه هي الهوية دي؟ وازاي نعرف إنها شبهنا؟ الهوية ببساطة هي مجموعة القناعات اللي انت مؤمن بيها عن نفسك. هي مش وظيفتك ولا رصيدك في البنك، لكن هي إجابة سؤال أنا مين؟ ليه الهوية مهمة؟ لأنها المحرك. لو انت مؤمن إنك شخص كسول عمرك ما هتستمر في أي فعل تعمله، حتى لو إنك تروح الجيم، حتى لو هدفك إنك تخس، هتلاقي نفسك دايما بتعمل الفعل الظاهر إنك بتروح بس ما بتستمرش، لأن الفعل الباطن اللي هو القناعة بتشدك لورا لأنك مش مقتنع أصلا. الهوية بتشتغل كنظام تشغيل لحياتك، والأهداف هي التطبيقات اللي بتنزلها وتساعدك. لو نظام التشغيل اللي هو هويتك قديمة أو فيها فيروسات، التطبيقات الجديدة مش هتشتغل بكفاءة، فبالتالي أهدافك مش هتشتغل أصلا. علشان كده التغيير الحقيقي مش بيجي من إن أنا أعمل إيه، لكن بيجي من إن أنا هكون إيه. لما تكون شخص رياضي مش هتحتاج حماس علشان تروح الجيم، انت بتروحه لأن ده بقى جزء من هويتك. وده بنشوفه في الأشخاص اللي بيقعدوا سنين يبنوا نفسهم لدرجة إن الفعل بيبقى أساسي فيهم وفي شخصيتهم. هنا يجي السؤال الأهم: إزاي أعرف إن الهدف ده مناسب لهويتي أنا؟ وإيه اللي ممكن يحصل لو الهدف اتعارض مع هويتي؟ علشان نعرف ده اسأل نفسك الأسئلة دي: هل الهدف ده بيخدمني ولا بيخدم توقعات الناس مني؟ هل الوصول للهدف ده هيخليني أتصرف بطريقة تتعارض مع قيمي الأساسية؟ هل الهدف ده بيخليني أحس إني أنا ولا بيخليني أحس إن أنا بمثل دور شخص تاني؟ أهم حاجة لو الهدف اتعارض مع الهوية والقيم غير الهدف فورا، لو انت مراجع هويتك وبنيها على أساسات مظبوطة، لأن الهوية هي البوصلة، الأهداف قابلة للتعديل. قيمك مش هتتغير إلا لو انت اتغيرت بقناعاتك تماما، بتراجعها كل فترة، لكن لو قناعاتك اتغيرت تماما وقتها قيمك تتغير تماما. وبالتالي لازم الهدف يكون متناسق ومترابط مع هويتك. يعني لو هويتك شخص ناجح لازم تكون مقتنع ومؤمن بده، ولازم تكون مصدق إنك شخص يستحق النجاح. إزاي نترجم الهوية دي لدستور حقيقي أتبعه في حياتي أو نظام حياة متكامل؟ الهوية مش كلمة بتتقال، الهوية هي القيم اللي بتعيشها. علشان كده الخطوة الأولى علشان نبدأ نخطط للسنة الجديدة ونبني لوحة التحول الخاصة بينا اللي هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية، هي إننا نحدد 4 قيم أساسية. ال4 قيم دول هما بوصلتك الشخصية اللي مش هتتراجع عنهم تماما،
هتراجعهم كل فترة، ممكن قيمة تضاف، قيمة تتغير بقيمة مشابهة، قيم ترتيبها يختلف، لكن إن هما يتغيروا تماما يبقى أنت قناعاتك اتغيرت تماما، وده مش بيحصل كتير. هنكتب 4 قيم بس علشان نركز عليهم ويكونوا هما دول سر قوتنا الشخصية. ال4 قيم دول هما اللي هيتحكموا في قراراتك، سلوكياتك، أهدافك. يعني مثلا ممكن تكون قيمك الشخصية الأهل، الأصدقاء، الصحة، العطاء. ما ينفعش وقتها تبقى شغلك وأهدافك كلها مبنية على حاجة محتاجة وقت كتير، لأنك وقتها كل ده هيتعارض مع قيمك الأساسية وهتيجي على حاجة مقابل حاجة. لازم هدفك يكون ما بيتعارضش مع قيمك الشخصية. على عكس المثال ده، لو قيمك الشخصية هي الحرية، التعلم المستمر، النمو، الإتقان، هتلاقي إن أنت ركز في حياتك ومفيش أي قيم تانية بتتعارض عليها لو أنت هدفك إن أنت تنمو وتبقى شركة كبيرة وشخص ناجح. ولو في أي هدف أو سلوك بيتعارض مع واحدة من القيم ال4 هيتشال فورا من خريطتك، لأن الأهداف بتتغير لكن القيم هي الجذور الأساسية اللي بتبني عليها. بعد ما حددنا الهوية والقيم نقدر نحدد الأهداف، بس مش أي أهداف، إحنا بنحدد أهداف تحويلية، ال becoming goals اللي هنبني عليها ال becoming board. الهدف التحولي لازم يكون بيخدم الهوية، ولازم يكون بيحقق معايير دقيقة علشان يكون قابل للتنفيذ والقياس، وده عن طريق 5 أجزاء اللي هما متجمعين في كلمة SMART. أول حاجة يكون هدف محدد، ما ينفعش أقول أنا عايز أكون غني، لكن محتاجة أحدد أنا محتاج أوصل لصافي دخل كام شهريا وأحدد مبلغ. تاني حاجة هدف قابل للقياس، يكون في رقم، في تاريخ، في مدة، في مقياس واضح أقدر أحدد أنا فين دلوقتي وخطواتي إيه وهوصل للهدف ده إمتى. تالت حاجة يكون هدف قابل للتحقيق ومرتبط بهويتك في نفس الوقت، يكون بيخدم هويتك الجديدة ومش بيتعارض معاها، وهدف تقدر تحققه بكل المتاح قدامك دلوقتي. رابع حاجة هدف واقعي، مش مستحيل، مش خيالي، لكن حاجة واقعية وحاجة هتساعدك تنمو. وآخر حاجة يكون هدف مرتبط بوقت، ليه نقطة بداية ونقطة نهاية واضحة علشان تقدر تحط رود ماب واضحة تمشي عليها. الهدف التحولي هو اللي بيخليك تتصرف زي الشخص اللي وصل من اللحظة دي، اللي بيخليك تختار الفعل اللي بيخدم هويتك مش اللي بيخدم رغبتك اللحظية. المهم بقى إن الهوية والقيم والأهداف مش هتشتغل لوحدها، محتاجة وقود ونظام تشغيل داخلي قوي، وده اللي بنسميه بناء الشخصية. بناء الشخصية بيقوم على نقطتين مهمين: عقلية النمو والانضباط الذاتي. عقلية النمو هي إيمانك بنفسك، بقدراتك، بذكائك، ولازم تكون مقتنع إن هما مش ثابتين، بيتغيروا، بس أهم تغيير فيهم إنك ممكن تطورهم بالجهد المستمر والتعلم. لوحة التحول وظيفتها إنها أداة لعقلية النمو، بتحط قدامك وضعك الحالي وخطتك، أنا لسه مش الشخص ده بس أنا في طريق إن أنا أكون الشخص ده. بتحول الفشل من مرحلة أنا مش هقدر أعمل حاجة لمرحلة إن المحاولة دي لو ما نجحتش هجرب محاولة تانية، وإن أنا ماشي في طريق محاولات لسه ما نجحش لغاية دلوقتي بس هوصل. الانضباط الذاتي هو الجسر بين أهدافك وإنجازاتك، القدرة على إنك تعمل الحاجات اللي لازم تعملها، والإلزامية هنا جاية منك من أهدافك وخططك، حتى لو ما عندكش مزاج تعمل ده، حتى لو ما عندكش شغف، لأن الانضباط الذاتي هو مش عقاب، هو أعلى درجات حب الذات، الحاجة اللي بتزقك ناحية الحاجة اللي هتغير حياتك، هو اللي بيضمن إنك بتعيش قيمك ال4 كل يوم حتى في أصعب الظروف وبتوصل للي انت عايزه. وده اللي هيوصلنا للخطوة اللي بعد كده. بعد ما حددنا الهوية والقيم والأهداف وبنينا عقلية النمو والانضباط الذاتي، بنبدأ خطوة جرد الحساب. أهم حاجة تكتب كل اللي بنعمله ده بالورقة والقلم علشان كل حاجة تكون قدامك، ولما نبدأ نحول الكلام النظري للوحة مرئية تبقى شايف كل الخطوات وكل المراحل بوضوح. ولو مش عارف ازاي تخطط ممكن تستعين بأجندة من الألف للياء أو باللوحات المتاحة معاها علشان تخطط بشكل منظم يساعدك ان انت تنمو. نرجع لخطوة جرد الحساب. ازاي نعرف الهوية اللي شبهنا؟ ده هنعرفه لما نعمل جرد لحساباتنا كلها بشكل دقيق للسنة اللي فاتت، وده مش جلد للذات ولا محاولة لإثبات فشل أو نجاح، لكن تشخيص دقيق علشان نحول الأخطاء لدروس.
نرجع للورقة والقلم بتوعنا تاني علشان هنجاوب على 20 سؤال هنعتبر ان هما المشرط الجراحي العميق اللي هيشيل كل السلبيات من الأنقاض ويطلع لنا أهم المميزات والدروس اللي هنقدر نستفيد بيها للسنة الجديدة. هنجاوب على 20 سؤال متقسمين على 4 محاور، وكل محور بيركز على جانب في حياتك. أهم حاجة تكون الإجابة مكتوبة وتجاوب بصدق مع نفسك، محدش هيشوف الإجابة دي غيرك. وكل ما كانت الإجابة واضحة وصادقة أكتر كل ما هتقدر تشخص نفسك وتعمل خطة مناسبة ليك بأفضل شكل ممكن. انت مش محتاج تضحك على نفسك ولا تكتب حاجات مش حقيقية حتى لو كنت بتتمناها. اكتب الحقيقي علشان تعرف تغير في الجديد وتوصل للي بتتمناه بجد. وما تقلقش، الأسئلة هتظهر على الشاشة، تقدر توقف الفيديو وتجاوب عليها وترجع تكمل عشان تكمل معانا خطوة بخطوة لغاية ما نوصل في النهاية للوحة التحول اللي هنمشي بيها في السنة الجديدة. أول محور هو محور الإنجازات والتحديات. إيه هي أكبر 3 إنجازات حققتها في 2025؟ وإيه اللي خلاك توصل للإنجازات دي؟ إيه أكبر 3 تحديات واجهتك؟ وإيه اللي كان ممكن تعمله بشكل مختلف؟ كام هدف من أهدافك اتحقق فعلا؟ وكام هدف اتأجل أو اتنسى؟ تاني محور هو العادات والسلوكيات. ايه أفضل 3 عادات اكتسبتها في 2025؟ وايه تأثيرها على حياتك؟ ايه أسوأ 3 عادات بتسحبك لورا ولسه مستمر فيهم؟ كام ساعة في الأسبوع تقريبا بتضيعها في حاجات مش مهمة؟ تالت محور هو القرارات والتعلم. ايه أهم قرار خدته في 2025 وهل كنت راضي عنه؟ ايه أكبر درس اتعلمته من فشل أو خطأ عملته؟ كام ساعة تقريبا بتقضيها في التعلم والتطوير الشخصي كل أسبوع؟ رابع محور هو القيم والأثر. هل انت عايش قيمك الشخصية كل يوم ولا بتضحي بيهم علشان أهدافك؟ ايه الأثر اللي سبته في حياة الناس حواليك في 2025؟ هل انت فخور بالشخص اللي كنت عليه في 2025؟ كام مرة قلت لأ لفرصة مش شبهك علشان تحافظ على قيمك الشخصية؟ هل علاقاتك الأسرية والشخصية بتعكس أولوياتك الحقيقية؟ علاقتك مع ربنا في 2025 كانت عاملة ازاي؟ وهل حسيت بسلام داخلي؟ هل انت ممتن لحد بحاجة بتأثر على سلامك النفسي؟ كم مرة اعتذرت عن فعل معين وفعلا غيرت سلوكك ده؟ ايه أكبر ندم عندك من 2025؟ وايه اللي هتعمله بشكل مختلف علشان ما تكررش الفعل ده؟ ايه أهم 3 أولويات محتاج تركز عليها في 2026؟ انت مين فعلا دلوقتي ومحتاج تكون مين في 2026؟ كده خلصنا 20 سؤال. محتاج تكون مجهز 20 إجابة بوضوح وبصدق مع نفسك بالوضع الحالي اللي انت عليه مش باللي بتتمنى تكون عليه. بعد ما عملنا جرد الحسابات ده بقينا عارفين بالظبط ايه الأنقاض اللي لازم نشيلها. يعني نقدر دلوقتي نكتب قائمة التخلي عن السلوكيات والعادات اللي بترجعنا لورا، وايه الأساسات اللي هنبني عليها كل اللي جاي اللي هي قيمنا الأساسية. أكدنا عليها ولا اكتشفنا ان هي أصلا مش قيمنا الحقيقية؟ بعد ما حددنا كل ده نقدر دلوقتي ندخل للخطوة اللي بعدها اللي هي تعتبر أول خطوة في تنفيذ لوحة التحول. نعرف هو ايه الفرق بين لوحة الأمنيات اللي هي الفيجن بورد ولوحة التحول اللي هي البيكامينج بورد. ليه لوحة التحول بالرغم من المصطلح ده مش منتشر لكن هي الأداة الأقوى لبرمجة الواقع الخاص بيك. التحول مش سهل لكن هو علم، وعلشان نضمن ان اللوحة بتاعتنا هتشتغل بكفاءة 100% لازم نفهم ازاي نبرمج مخنا كأن المخ ليه سكرتير هنتعامل معاه. ده اللي هنفهمه اكتر لما نتعمق في جزء عميق شوية اللي هو نظام التنشيط الشبكي للمخ. ده نظام موجود في جذع المخ عندنا كلنا. الجزء الخلفي من المخ فيه نظام اسمه RAS، نظام التنشيط الشبكي. تخيلوا ان ده سكرتير وظيفته يفلتر كل المعلومات اللي بتجيلك ويطلع لك اهم المعلومات هي اللي تدخل وعيك. تخيل لو كل المعلومات اللي بتستقبلها في كل لحظة وكل ثانية دخلت مخك هينفجر، هيحصل لك حالة من الجنون. لكن وظيفة نظام التنشيط الشبكي ان هو يسمح لمعلومات قليلة جدا تدخل وعيك نتيجة فلترة دقيقة جدا بتحصل في المخ. بالتالي هو بيشتغل كفلتر، بيشوف ايه المهم وايه اللي مش مهم بناء على اوامر تكليف انت بتديها له. الاوامر دي بتكون متجمعة في العقل الباطن
لو انت مركز على انك شخص فقير او مريض او فاشل، النظام ده هيوريك كل الأدلة اللي بتثبت ده، وهيدخلك كل المعلومات اللي بتأكد الموضوع ده. لكن لو انت مركز على انك شخص يستحق الوفرة، شخص صحي، شخص ناجح، هيوريك دايما الفرص، وهيوريك الناس اللي بتعمل ده، وهيوريك الحلول اللي كانت موجودة طول الوقت بس انت ما كنتش شايفها، وهيحطها قدامك بشكل يساعدك ان انت تطبقها. لوحة التحول اللي احنا هنبنيها كمان شوية هي أمر تكليف رسمي ومصور، انت بتديله خريطة واضحة كاتبها بإيدك لهويتك الجديدة، وهو بيشتغل عليها زي جهاز الجي بي اس، بيوجه انتباهك وتركيزك للفرص اللي بتخدم خريطتك وطريقك. علشان كده الفيجن بورد بتركز على فعل الهافينج، انا عايز يكون عندي ايه، ما بتركزش على انا مين. البيكامينج بورد بتركز على البيينج، انا مين وهكون مين، عايز اكون مين. المهم ان انت تركز على البينج وتبني الشخص الجديد قبل ما تركز على الهافينج، لان وقتها الهافينج هيبقى امر حتمي مجرد ما الشخص اللي انت عليه دلوقتي ينمو ويتغير. عايز تتأكد من الجزء ده؟ فكر كده كام مرة عملت اللي عليك بس النتيجة ما كانتش زي ما انت عايز. ده لانك بتركز على 40% بس من المعادلة. التحول بيحصل بمعادلة دقيقة جدا، 40% فعل باطن، 40% فعل ظاهر، 20% نتيجة. 40% فعل ظاهر هم السلوكيات الملموسة، بنحط في اللوحة صور للجيم، صور لكتب كتير نتيجة المذاكرة، صور لنمط حياة عايزين نوصله. لكن ما بنركزش على الفعل الباطن اللي هو 40% أساسيين، النية الصادقة اللي موجودة جوانا، اليقين المطلق، المشاعر المصاحبة. الفعل الباطن هو اللي بيفرق بين اللي بيوصل وبين اللي بيفشل، بين اللوحة اللي بتتحقق واللوحة اللي بتفضل مركونة على الحيطة. لوحة التحول بتشتغل على الفعل الباطن ده. انت هنا مش بتحط صورة علشان تتمنى، انت بتحط صورة علشان تستشعر الهوية الجديدة وتكون الشخص ده، علشان تعيش يقين انك وصلت للحاجة دي. النتيجة 20% هي الأثر المادي اللي هيجي لوحده لو 80% مجمعين اتطبقوا صح. دلوقتي احنا عارفين ان التحول مش هيحصل لو ركزنا على جانب واحد. طب كام واحد فينا نجح في شغله وخسر صحته، أو كسب فلوس وخسر عيلته؟ علشان كده لوحة التحول بتضمن إن حياتك كلها تكون متزنة في 6 أبعاد: البعد الروحاني والجسدي والمهني والمالي والنفسي والاجتماعي. كل بعد فيهم محتاج فعل باطن وفعل ظاهر. علشان نحلل كل بعد فيهم محتاجين نشوف ال3 جوانب اللي قلنا عليهم: الفعل الظاهر اللي هو الخطة الكبيرة، الفعل الباطن اللي هو النية، الهدف التحولي اللي هو الهوية النهائية اللي بنكون عليها. يعني مثلا لو مسكنا البعد الروحاني، الخطة بتاعتنا أو الفعل الظاهر إن أنا بخصص وقت ثابت للعبادات والأذكار والورد اليومي. الفعل الباطن النية بتاعتنا، الخشوع وحضور القلب في العبادات كلها. الهدف التحولي أو الهوية اللي أنا بكون عليها إن شخص دايما عنده سلام داخلي، شخص قريب لربنا. بنطبق نفس الفكرة دي على ال6 أبعاد وبنكتبهم قدامنا، وبنشوف احنا فين في كل حاجة فيهم علشان نقدر نحط الخطة المناسبة اللي تشتغل على كل الأبعاد من كل الاتجاهات. دلوقتي تقدر توقف الفيديو وتحلل ال6 أبعاد من ال3 أجزاء وتقيم وضعك الحالي بوضوح بالورقة والقلم، وبعد ما تخلص ارجع كمل الفيديو علشان نكمل الخطوة الجاية. كتبنا كل حاجة وكنا صادقين وواضحين مع نفسنا، يبقى دلوقتي احنا جاهزين نحط خطة حقيقية. الرؤية من غير خطة حلم، والخطة من غير قياس مجرد أمنيات متنظمة شكلها حلو بس غير قابلة للتنفيذ. علشان كده احنا مش بنخطط، احنا بنبني. وبناء أي شيء محتاج ل7 حاجات أساسية، وهي خطوات لبناء استراتيجيتك الشخصية اللي هتكمل معاك في كل نواحي حياتك. انت من اللحظة دي بتبني نفسك من جديد. هم عبارة عن 7 أسئلة، كل سؤال إجابته بتبني جزء خاص فيك في خطتك الشخصية: ايه وليه وفين وامتى ومين وازاي وبكام. دي الأسئلة الأساسية اللي بنسألها في أي استراتيجية بنحطها، بس احنا هنا بنحط استراتيجية شخصية. السؤال الأول اللي هو ايه، what، اللي هو ايه هو الهدف التحولي اللي أنا حددته، الهدف اللي هيخدم هويتي وقيمي ال4. ليه، why، هو الفعل الباطن أو النية الصادقة اللي جوايا،
السبب العميق اللي هيخليني أستمر لما الحماس والشغف دول يروحوا. فين؟ where؟ هو البيئة اللي هتحقق فيها الهدف ده. البيئة دي بتدعم هويتك الجديدة ولا بتشدك لورا؟ البيئة المادية والاجتماعية الاتنين. امتى؟ when؟ هو التوقيت المحدد، تحط عليه رود ماب كاملة في معايير الهدف ده. هتبدأ امتى وهتراجع امتى؟ ازاي؟ how؟ هي الخطوات المحددة، الأفعال الظاهرة اللي هتعملها كل يوم علشان تحقق الهدف ده. بكام؟ how much؟ هو مقياس النجاح، الرقم اللي مفيش تفاوض عليه في أهدافك وفي خطتك. مين؟ هو الشخص اللي هتكونه لما توصل للهدف ده. مين هي الهوية الجديدة اللي هتسلمها الراية وتكمل بيها؟ 7 أسئلة أساسيين في أي استراتيجية بتتحط، وهنا بنجاوب بناء على استراتيجيتنا الجديدة لأهداف سنة جديدة وخطط جديدة. ال7 إجابات هنا هيضمنوا إن خطتك مش مجرد أمنيات، هي عملية بناء متكاملة. وأهم حاجة تكون بتكتب بالورقة والقلم، لأن التخطيط الكتابي مهم جدا قبل التخطيط المرئي. التخطيط الكتابي هو اللي بينظم الوعي، والتخطيط المرئي بيبرمج اللاوعي، واحنا محتاجين نشتغل على الاتنين. كل هدف ليه إطارين، الهاو والهاو ماتش، الكيف والكم. الكيف هي الخطوات المحددة، الفعل الظاهر، والكم هو الرقم اللي هتقيس بيه. زي ما قلنا مقياس مفيش تفاوض عليه. لوحة التحول مش مجرد تجميع صور عشوائية، لكن هي خريطة استراتيجية ماشية بقاعدة نسب ذهبية ثابتة، 40 30 20 10. ايه الأرقام دي؟ هنعرف دلوقتي، بس الأهم تجيب كل الورق اللي انت كتبته وتخليه قدامك، علشان هنبدأ نحلل كل اللي اتكتب ده بطريقة تترجم لصورة مرئية. 40% للهوية والقيم، بتجمع صور ورموز عن الشخص اللي انت عايز تكونه، اللي حددنا هويته وقيمه في الأول. 30% للأفعال الاستراتيجية، هنا بتجمع صور بتعبر عن سلوكيات وعادات جديدة انت هتكتسبها. 20% تطوير المهارات، هنا بتجمع صور بتعبر عن التعلم والنمو في مجالات محددة انت حاططها في خطتك. 10% للمرونة والراحة، صور بتعبر عن التوازن والاستمتاع بالرحلة، أو جمل مشجعة ليك، أو مساحة فاضية ممكن تسيبها علشان ما تحسش إن اللوحة مضغوطة. ونقطة مهمة هنا، لو مش بتعرف تتقبل إن انت تحط صور غيرك وتتخيل إن هي دي حياتك، ممكن تستعين بصور عن طريق الذكاء الاصطناعي علشان عقلك يصدق. تقدر تحط لل AI صورتك الشخصية والفعل اللي انت عايز تعمله، وتكتب له البرومبت الدقيق اللي يطلع لك النتيجة الفعلية اللي انت منتظرها. عايز تشوف حياتك صحية، تقدر ترفع له صورتك وصورة حد بياكل أكل صحي، أو حد بيلعب رياضة، حد بيشتغل على نفسه بياخد كورسات، علشان عقلك الباطن ما يفرقش بين الحياة والخيال، ويتعامل إن ده بقى الواقع بتاعك. لما يشوفك ناجح فعلا في الصورة، هيبدأ يبرمج نفسه على إن هو يوصل للحالة دي، لأن ده بالنسبة له بقى نمط حياتك الجديد. كده جهزنا كل حاجة محتاجينها، وخططنا بالورقة والقلم، شفنا احنا مين وهنعمل ايه، ورؤيتنا وهويتنا وقيمنا وكل الأبعاد الموجودة في حياتنا، وحللنا كل ده بدقة. عرفنا التقسيمة الأساسية اللي هنعملها في اللوحة. دلوقتي احنا جاهزين نترجم كل ده لشغل مرئي. تقدر تطبق كل ده على لوحة فاضية عندك، أو ورقة فاضية، أو لوحة المساحة الحرة اللي بتبقى موجودة مع أجندة من الألف للياء. المهم تبدأ تترجم ده بوضوح بطريقة علمية زي ما شرحناها بالتفصيل، وخلي اللوحة قدامك واشتغل على أهدافك بوعي وبتركيز، وخليك شخص مؤثر صادق مع نفسك، وهتوصل إن شاء الله للنتيجة اللي انت عايزها. أهم حاجة الاستمرارية، النجاح مش مجرد خطة، النجاح هو الاستمرارية. اللوحة بتحتاج صيانة دورية، تعمل لها صيانة يومية، كل يوم 5 دقايق تتأمل اللوحة وتشوف الفعل الباطن اللي في اللوحة دي، هل محتاج مراجعة، هل قدرت توصل له. تعمل مراجعة أسبوعية، كل أسبوع تخصص 30 دقيقة تراجع الأرقام اللي حققتها الأسبوع ده، حتى لو خطوات بسيطة. تراجع خطتك من أول وجديد وتظبط الخطة. ده غير المراجعة الربع سنوية، خصص يوم كامل كل 3 شهور تراجع فيه توازن حياتك، وتراجع فيه الأبعاد الستة اللي احنا اتكلمنا عنهم. لو قلقان من التزامك بكل ده وان انت تحوله لروتين اساسي في حياتك، اجندة من الالف للياء ممكن تعتبرها اوضة العمليات اللي هتحلل فيها كل الاجزاء دي، لان اجندة من الالف للياء فيها صفحات مخصصة لكل متابعة في كل خطوة من الاجزاء اللي اتكلمنا عنها. هتضمن لك ان انت تتابع كل يوم وكل اسبوع وكل شهر وكل ربع سنة كل الاجزاء دي، وهتوفر لك مساحات ان انت تراجع نفسك وتتأمل في نظام الحياة اللي انت خططته لنفسك، وتقيس
وتقيم وتمتن لكل حاجة في حياتك وتراجع الفعل الباطن وتحدد النتائج اللي انت وصلت لها. أهم حاجة تكون مصدق إن التحول مش بس ل2026، لكن ده اللي هيوصلك للشخص اللي هتكونه بعد 5 سنين من دلوقتي و10 سنين وعمرك اللي جاي كله. انت دلوقتي قدرت تحط دستور كامل لنظام حياة جديد خاص بيك، معاك الجذور والخريطة والبوصلة، الأجزاء المكتوبة والأجزاء المرئية، ودلوقتي قدامك طريقين علشان تطبق كل ده. الطريق الأول إن أنت تطبق كل ده بنفسك، سواء عن طريق أدواتك الخاصة أو إن أنت تطلب أجندة من الألف للياء وتطبق فيها كل ده بمساعدة الأجندة الأساسية وكل المرفقات معاها اللي هتساعدك تطبق خطوة بخطوة بشكل واضح ومنظم، وتسهل عليك المراجعة والتقييم زي ما قلنا كأنها أوضة عمليات يومية بتساعدك تستمر وبتساعدك في الانضباط الذاتي. والطريق التاني لو انت مش عارف تطبق كل ده ازاي، ممكن تبدأ دلوقتي استشارة متخصصة ليك انت لو محتاج مساعدة في بناء الفلسفة الخاصة بيك وتحديد قيمك ورسم خريطة طريقك الشخصية من الألف للياء. القرار قرارك دلوقتي، والأثر اللي هتعمله هو اللي هيخلي المحاضرة دي مش مجرد كلام، والخطة اللي هتحددها من دلوقتي تكون خطة حقيقية مش مجرد خطة مكررة، ولوحة التحول الخاصة بيك تكون لوحة قيد التنفيذ مش مجرد لوحة محطوطة على الحيطة ما بتتحققش. لو لسه مش عارف تجمع لوحة التحول ازاي، فما تقلقش، مجرد ما تظبط النسب اللي احنا اتكلمنا عليها وتبقى محدد المساحة الخاصة بكل جزء فيها، انت دلوقتي معاك مطلق الحرية ان انت ترتب الصور اللي انت طلعتها بالشكل المناسب ليك. اللي جاي هو مساحة لإبداعك حسب راحتك النفسية ورؤيتك. أهم حاجة تلتزم بالأجزاء اللي قلنا عليها وتطبقها بالنسب والأجزاء اللي حددناها. جهز لوحتك بنفسك بالشكل المريح ليك اللي يشجعك تكمل. ركز على الفعل الباطن قبل الفعل الظاهر، لأن الفعل الباطن هو ده اللي انت هتكونه فعليا، هو ده العادات الصغيرة اللي انت هتحافظ عليها في يومك اللي هتوصلك للفعل الظاهر الكبير. ما تحطش لوحة كلها أفعال ظاهرة وحاجات عايز تمتلكها من قبل ما تغير الشخص اللي انت عليه دلوقتي. خلي اللوحة معتمدة على الأفعال الباطنة اللي انت بتغيرها جوه نفسك، السلوك والعادات اللي هتبنيها كل يوم. وما تشككش في نفسك ان انت مش قادر، لان بمجرد ان انت وصلت للجزء ده يبقى معنى كده انت بتحاول وبتجرب وبتخبط على ابواب كتير وعايز توصل لحاجة كويسة، يبقى انت تقدر. المهم تكمل وتصدق في نفسك وتحاول. مفيش حاجة اسمها فشل، الفشل ان انت تقع وما تقومش، لكن المحاولة يبقى انت مكمل في طريق النجاح. ابدأ التحول دلوقتي واستمر وما تحبطش نفسك لانك تقدر. ان شاء الله كل حد فينا يحقق كل اللي بيتمناه، ونقدر نوصل من المحاضرة دي لنتيجة وأثر كبير جدا، ودايما نكون بأثر حقيقي وفي قمة مؤثرة فينا وفي غيرنا. سلام.